نبي عملاق خافت منه الملائكة وأرعب إبليس، رأسه كانت تصطدم بالسماء. فمن هو؟ هل سألت نفسك يوما من هو الإنسان الذي خلق من ذكر دون أنثى؟ أو من هو ذلك البشر الذي لم يعرف في حياته لا طفولة ولا شبابا؟ من هو الذي كانت الملائكة تخافه وارتجف إبليس من رؤيته؟ وما هو ذلك الطلب الغريب الذي رفعته الملائكة إلى الله من شدة الفزع؟ وماذا عن الرطم 40؟ ولماذا تكرر كثيرا في القرآن والسنة؟ وأخيرا، لماذا لم يذكر اسم أمنا حواء في القرآن الكريم صراحة؟ أسئلة كثيرة تدور في الأذهان، وإجاباتها تحمل بين طياتها حكما ربانية وعبرا عظيمة. نبدأ القصة من أول الخلق. فقبل أن يخلق الكون لم يكن هناك شيء سوى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. وقد اختلف العلماء في أول ما خلقه الله، فقيل القلم وقيل العرش، لكن الأهم أن أول البشر كان سيدنا آدم عليه السلام، وقد خلقه الله بيديه من قبضة من تراب الأرض، فجاء أبناؤه متفاوتين ألوانا وصفات كما جاء في الحديث الشريف: ظل جسد آدم خاليا من الروح 40 سنة، والملائكة تمر به فتفزع من خلق لم تعرفه من قبل، حتى جاء إبليس وكان من الجن، فصار يضرب الجسد ليسمع صوته فيرتعد ويبتعد عنه خائفا. وعندما نفخ الله في آدم الروح بدأ يتكلم، وقال أول كلمة في حياته: الحمد لله. فرد عليه ربه: يرحمك الله يا آدم. كرم الله آدم بسجود الملائكة له، سجود تكريم لا عبادة، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آدم هو الوحيد الذي خلق بلا أب ولا أم، وخلق الله منه حواء من ضلع أعوج، وهذا إعجاز آخر، فلم تخلق من أنثى بل من ذكر. أما لماذا لم يذكر اسمها في القرآن؟ فقد قيل إن في ذلك تكريما للمرأة وصونا لها، فذكرت بصفتها: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد ورد أن آدم أهبط في سرنديب الهند بئر، وحواء في جدة السعودية، حتى التقيا في جبل عرفات. وتقول بعض الروايات أن الملائكة حين رأت ما فعله إبليس طلبت من الله العصمة من المعصية، فكان الجواب الإلهي: إني أعلم ما لا تعلمون. أما الرقم 40